السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اعرفكم بنفسي لو اول مرة تشوفي قناتي، انا صافي من قناة ملكة في بيتك. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة الجميلة دي. بصوا بقى، انا معايا شريحتين بس من البانيه. عايزة اقول لكم شوفوا بقى هيعمل ايه، بجد جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. كده انا طبعا غاسله البانيه كويس جدا وقطعته بالشكل ده الكميه اللي تحبيها، وحطيت معاه شويه من الملح والكمون والفلفل الاسمر. عايزه تضيفي اي اضافات تانية دي بتاعتك انتي وبراحتك، وده اختياري. هبتدي بقى اشغل عليه الكبه بالشكل ده. بصوا بيتفرم بقى اهو. هبتدي كمان انزل عليه فلفل الوان. بصوا تحفه، جربي بس الطريقه دي جميله جدا. طبعا زي ما احنا متعودين بذكرك دايما ان احنا نذكر الله. معايا هنا الكريسبي. هبتدي بقى اجيب الكبة اللي هي بالكهرباء، وهضيف شوية كده من الكريسبي، عشان طبعا مش عايزاه يكون خشن قوي كده زي ما هو، لا انا بنعمه شوية. وقلت اعمله قبل ما اعمل فيه البانيه. انا عملت البانيه في الكبة اليدوية ما عجبتنيش قوي، فقلت اعملها بقى في الكبة بالكهرباء. وهنا بعد ما عملت خلاص بقى كريسبي، بصوا بقى ناعم ازاي، بقى حلو جدا. هضيف بقى على طول مكان الكبة كده بقى، يعني انا ما غسلتهاش، انا حطيت بعد الكريسبي على طول. هضيف بقى الكفتة بتاعتي اللي كنت بعملها، هضيفها بقى كده واديها ضربتين كده حلوين، ونرجع نشوف هنعمل ايه. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى كده اهو بالشكل ده. رحت مديها ضربة كمان احتياطي كده، وقلت حلوة قوي كده، كفاية عليها ضرب، تعبت معانا. اهي انا عايزاها بقى كده تمام وحلوة قوي. عايزة اقول لكم بصوا، يعني حاجة بسيطة بس هتطلعي حاجة حلوة. ومعايا كيس بقى فتحته كده بالشكل دوت، طبعا كيس تلاجة نضيف اللي بتفرزي فيه. وهبتدي بقى كده اجيب الفرشة، وهبتدي اضيف حاجة بسيطة جدا من الزيت، وهدهنها كده المكان اللي هبتدي افرد فيه الكفتة. وهاخد بالمعلقة قطعة صغيرة مش كبيرة، خلي بالك لان انت هتيجي تفردي اصلا هو الحجم اللي انت حباه، بس انا طبعا عملت الحجم ده عشان انا مش بحب الحاجة كبيرة. وبدأت بقى اضغط كده ضغطة بسيطة وهتتفرد معايا، وهلفها زي ما بنلف المحشي كده. وصلى على رسول الله. بصوا بقى كده اهو، بصي زي ما تلفي بقى ورق العنب، الكرنب، المهم ان انتي بتعمليه صوابع كده. عايزة تعمليها كفتة عادية براحتك خالص، يعني مش هتقولك لا. المهم ان احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجتنا باسهل الطرق. بشيل بطرف السكينة بس وبحطها. عايزين تحطوا الكفتة في التلاجة تشمع بس كده وتبتدي تشتغلي بيها، برضه هتبقى كويسة وممتازة جدا معاكي. بصوا حتة قد ايه، حتة بسيطة جدا وبتتفرد معاكي، وبتلاقي يعني إيه، الشكل حلو، وفي نفس الوقت يعني صباع كده بيبقى معقول، ولا كبير ولا صغير، حلو. هبتدي بقى بصوا باخد بس الجزء الطرف دوت وبلمها بالشكل ده. وبقى كمية هي دي اللي عملتها. انتوا شايفين من بداية الفيديو ان انا عاملة شريحتين بس من البانيه. وهنا بقى عندي بيضة وعليها رشة من الفلفل الأسمر، وهبتدي أقلبهم كويس جدا مع بعض عشان طبعا ما يكونش فيه زفارة. وطبعا أنا حطيت الصينية في التلاجة لمدة ساعة. وبدأت بقى أحط كده في البيض، وهرجع للكريسبي. وعايزة تعملي الخطوة ديت وتشيليها في الفريزر، وقبل ما تيجي تعملي الخطوة دي تاني برضو هيكون حلو قوي. بس ضيفي مع البيضة شوية من اللبن، هيكون جميل جدا.
اذكري بقى اللي معايا كده، وما تنسيش تحطي اللايك الجميل بتاعك. عايزة تضيفي دقيق على الكريسبي، او عايزة تضيفي يعني معلقة، ما تضيفيش كتير. عايزة تضيفي اي حاجة عليه، بس عايزة اقولكوا هو بيكون تحفة ومش محتاج اي، يعني مش محتاج ولا بهارات ولا محتاج اي حاجة، هو بسم الله ما شاء الله جميل جدا. تقدري تضيفي معاه فيجيتار، بقسماط بتاعتك بقى، بس بصراحة انا بحبه كده. ليه بقى؟ لونه بيكون حلو قوي. الفيجيتار بحس ان هو بيقلب كده معايا اللون، لكن انا بحب اما اجي اعمله بيكون لونه جميل جدا. وعندي طبق فل كده، وبدأت اضيف فيه الكفتة، وبجد جميلة جدا. وممكن تحشيها كمان، تحشيها بقى جبنة، تحشيها زيتون، تحشيها اي حاجة انت حباها. وبس كده، حاجة بسيطة جدا. عايزة اقولك يعني دول يدوب اكلة مثلا جنب اي حاجة تانية هيكون حلوة قوي، حتى لو عملتيها سندوتشات هتكون جميلة جدا. وبس كده. يا رب اكون قدرت افيدك حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسيش ادعيلي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله. رايحة فين يا عسل؟ انا شايفاكي. يلا يا عسل، حطي اللايك وبطلي كسل. استودعكم الله.